رجعت وقعدت على المكتب بكل غيظ. اوف، يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ وبعد كده بصيت على الملفات. لا لا لا، اكيد مش هشتغل وصدع دماغي. ومره واحده لقيت نفسي سحبت ملف وبدات ان انا اقرا فيه. سبت عاصم وروحت على المكتب بتاعي. روح انت يا ريم، انا هخلص اللي في ايدي وهروح على طول. بس ماما هترجعني لو سبتك لوحدك. يا ست انا هتصل عليها، روح انت. طيب تمام. واول ما ريم خرجت طلعت الموبايل بتاعي واتصلت بماما. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ماما اعملي حسابك ان انا مش راجعه النهارده، هبات عندي هنا في شغل كتير قوي في الشركه. يعني ايه؟ لا طبعا، هات الشغل واشتغلي هنا في البيت. ما اقدرش والله يا ماما، الشغل مهم قوي. طيب خلي ريم بقى معاكي عشان خاطر اطمن. لا يا ماما، انا مشيت عشان ما تعبهاش. يوه، يعني انت مصره تتعبيني وتقلقيني عليكي؟ انا مش زي انا يعني كده. اتعبك ايه بس يا ست الكل؟ بعد الشر عنك يا حبيبتي، انا مش محتاجه ريم في الشغل وما حبيتش ان انا اتعبها معايا. طب خدي بالك من نفسك يا رضا. حاضر يا ماما. خلي موبايلك مفتوح عشان ابقى اطمن عليكي في اي وقت. بس كده من عينيا. حاجه تاني؟ اجيلك واجيبلك اكل، ده انا عامله حته صينيه بطاطس في الفرن، انما ايه تستاهل بقك. لا يا ماما خليكي، انا هخلص واجي على طول. طيب ما تتاخريش. طيب انا مش هاكل غير لما تيجي. مصره يعني ان انا ازعل منك يا ماما صح؟ يا بنتي يا بنتي، ما هو انا قلبي مش مطمن وانت بعيده عني. ما انت توكل على الله كفايه، ربنا معايا ما تقلقيش. هو نعمه بالله. ماشي انا هعديها المره دي، بس مش عارفه اعمل ايه انا في دماغك الناشفه دي. خلاص بقى يا ماما، ما انا لازم اخلص الشغل اللي في ايدي. طيب يا حبيبتي، في رعايه الله يا بنتي. وبعد كده قفلت الموبايل مع ماما وكنت لسه هشتغل، بس حبيت اشوف عاصم بيعمل ايه دلوقتي. فتحت الكاميرا اللي انا خافيها كويس قوي، لقيته بيقرا ملف. شكلك ما بتجيش بالساهل. وبعد كده قفلت الكاميرا واخدت المفتاح ورحت المكتب عاصم. كنت قاعد مندمج قوي في القرايه، بس اول ما شفت رضا بتفتح الباب رحت رميت الملف وقعدت على الكرسي بلا مبالاه. سبت الباب مفتوح ودخلت وقعدت قدامه. خد. ايه ده؟ هو انت بتديني المفتاح بالسهوله دي؟ مش خايفه مثلا لحسن اهرب؟ بقى في حد بيهرب من مكتبه؟ لا غريبه دي. ده ايه الهبل اللي انا بقوله ده؟ اقصد يعني ان انت مش خايفه لحسن امشي وما اشتغلش. تعرف، انا من دلوقتي مش هفرض عليك تعمل ولا ما تعملش، لان ده راجعلك في الاول وفي الاخر. والشغل اللي انت ماسكه ده امانه من ضمن الامانات. دي ناس فاتحه بيوت. متخيل معايا لو حصل هدم العمود في الشركه ايه اللي ممكن يحصل لهم؟ اول ما قلت له كده سكت وما ردش عليا. رحت انا قمت وقفت وكملت كلامي. قلت له الشركه كلها تتهد يا عاصم، خليك فاكر الكلام ده كويس. امسك الملف كويس وركز فيه احسن ما ترميه. قلت له كده كنت لسه هخرج، بس عاصم وقفني. استني. واول ما سمعته بيقول لي كده ابتسمت بخبث عشان حسيت ان انا خلاص خطتي نجحت. لفت لي وقلت له ايوه. بصي، هو انا مضطره اتنازل عن الخلاف اللي بينا بس عشان خاطر الموظفين مش اكتر. وانا مش جايه الشركه هنا عشان اعمل خلاف بيني وبينك، انا جايه هنا عشان اشوف شغلي وبس. واحسن لك تشوف شغلك انت كمان ويبقى لصالح الشركه. ثواني بس قبل ما تمشي، انت كنت ناويه تقولي لي حاجه، ايه هي؟ رجعت وقعدت تاني وقلت له في صفقه كبيره ولو كسبناها تنقل الشركه دي نقله كبيره قوي. طيب كويس قوي، قولي لي بقى صفقه ايه دي وانا هحاول اظبطها. ده انا بحب الشغل اللي فيه تحديات قوي. بس انا اتبعت لي تهديد من شركه منافسه، والشركه دي بقى كبيره قوي، اكبر من شركتنا الضعف. عادي. طب وايه يعني؟ ايه التهديد؟ يعني خوفهم من مكسبنا. ايوه، انا كده ابتديت دماغك تعجبني. حطيت رجل على رجل وقلت لها لا، ده انا عليا شويه مواهب دفينه لو طلعوا يكسروا مصر كلها من الحلاوه. ما تتغرش بس كده، الكلام غير الفعل، وانا بقى ما بحبش الكلام، لازم ننفذ. تمام، وانا بقى بتحداك ان احنا هنكسبها. وانا موافقه. وبعد كده رجعت مكتبي واحنا الاتنين خلصنا الشغل المتراكم علينا على الساعه 1 بالليل. خرجت من المكتب وكان بيصادف نفس خروج عاصم من مكتبه. خلصت بدري يعني. انا خلصت النص، وده بقى النص التاني هخلصه في البيت، اصلا انا تعبت من قعده المكتب. ربنا معاك. وبعد كده انا وهو نزلنا في الاسانسير سوا شويه ولقيته بيقول لي هو انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضل. هو مين بقى ده اللي كان مبرشم مسماكي رضا؟ مش لاقي عليكي خالص. من اللحظه دي ممنوع اي سؤال تساله عن حياتي الشخصيه، عايز تسال حاجه يبقى في الشغل وبس، مفهوم؟ الله، هو انت قفشت ليه كده؟ بس ده كان مجرد سؤال مش اكتر يعني. سبته وخرجت من الاسانسير وهو خرج ورايا. طب ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. هو انت ازاي بتقدري تدافع عن نفسك بسرعه قوي كده؟ تدريب دفاع، ويا ريت بقى تكون اسئلتك خلصت.
وبعد كده خرجت والشارع كان هص يعتبر مفيش ناس في الشارع اساسا. بقولك ايه، انا ممكن اوصلك لو تحبي. بس مرة واحدة اتفاجئت لما لقيت عربية وصلت وخرج منها 4 باديجارد، ولقيت واحد منهم بيكلم رضا وبيقول لها هو احنا نقدر نتحرك امتى يا فندم؟ دلوقتي. وبعد كده الباديجاردات رجعوا وواحد منهم دخل عربية رضا كسواق. لقيتها بتقولي انت اللي محتاج حاجة؟ لو حابب يعني ابعت حد منهم معاك. ها؟ لا خالص انا ماشي. وبعد كده رضا مشيت، اتحركت عربيتها وعربية الحرس وراها. ده ايه الكسفة دي بس، يا ريتني ما اتكلمت. وبعد كده ركبت العربية بتاعتي وروحت. واول ما وصلت البيت بابا كان بيتكلم في موبايل، واول ما شافني طب سلام دلوقتي على ميعادنا بكرة ان شاء الله. عاصم هو انت رجعت؟ ايوه رجعت. هو انا كنت عملت حاجة لا سمح الله؟ لا خلاص. بابا بقولك ايه، خير عايز ايه؟ هي الصفقات ممكن تتباع بشكل غير رسمي؟ هو في ناس بتعمل كده بس دي شركات كبيرة اللي بتعملها لو الصفقة تهمها يعني. طيب واشمعنى بتسأل يعني؟ لا ولا حاجة، بس كنت حابب اعرف واديني عرفت اهو. شكرا. قلت له كده وسبته وطلعت على الأوضة بتاعتي. ربنا يهديك يا ابني ويصلح حالك وتتعدل بقى. وتاني يوم في بيت حمزة كان حمزة بيتسحب وخارج. ريهام خرجت من المطبخ وهي لافة راسها برباط اسود ولابسة لبس المطبخ. انت رايح على فين ومالك بتتسحب زي حرامية الشباشب كده ليه يا فندي؟ وقفت بكل هبة وقلت لها يعني هكون رايح فين يعني؟ رايح الشغل طبعا. لا والله، هو انا المفروض اني هبله وبتختم على قفايا مش كده؟ وكمان هصدقك. ما هو المفروض برضو تصدقي، ما هو لازم الحياة تمشي يا ريري. ومين بقى اللي عليها العين المرة دي يا عم الشملول؟ وهل تجرؤ واحدة غيرك تخطف قلبي يا ريري؟ ابدا. هو طلع مضروب، طلع في شنك ومغشوش في صلاحيته يا حبيبي. قال بقولك ايه يا زوز، استر يا اللي بتستر. ادام دلعتيني بعد الكلام الصاعق بتاعك ده يبقى اكيد في مصيبة ونكد. هو انت لسه شفت النكد يا حبيبي؟ ده انا كنت عامله لك عليه ديسكاونت الفترة اللي فاتت دي، بس من النهارده بقى فطار غدا عشاء نكد. طب ايه، مفيش اي سناكس فرحة او بهجة بينهم؟ لا مفيش، ويلا اتفضل اقعد عشان تفطر. قعدت على السفرة وقلت لها طيب اديني قعدت اهو، يا مسهل الحال يا رب. وبعد كده دخلت المطبخ وجهزت الفطار، وبعد شوية خرجت لحمزة. بقيت عمالة ابص للاطباق وقلت لها ايه ده، هو في ايه؟ مال الفطار كله غوامق كده ليه؟ شبه عشتي معاكي يا حبيبي. طيب مفيش حتى مخلل نكسر اللون ده بيه؟ طيب ده انت تؤمر يا حبيبي، في زيتون اسود هيعجبك قوي، هدخل اجيبهولك حالا. وبعد كده دخلت المطبخ وجبت طبق الزيتون الاسود، واول ما رجعت ما لقيتهوش. هرب؟ ماشي يا حمزة، الدور الجاي هأمن عليك كويس وما بقاش رهام اما توبتك يا حمزة. طلعت اجري على السلم بكل فرحة ووقفت قدام العربية وانا بدور على المفتاح في الجاكيت. هربت، الحمد لله هربت. يا خرابي على دي جوازة، انا كمال ما انا كنت حر وملك نفسي. بعد كده لقيت ريهام بصالي من البلكونة وهي بتقولي تبقى وريني بقى يا فالح هتدور العربية ازاي من غير مفتاح؟ يا دي النيلة، نزلي المفتاح يا ريهام وعدي يومك، مش عايزين نسمع الجيران فضايحنا. وكانت واقفة ست كبيرة بتتابع الحوار بحسن نية. لا يا ابني عادي، ده انا بقيت بصحى كل يوم على صوتكم. يعني يما انا اللي جبت ده كله لنفسي. حبيبتي يا ريهام هات المفتاح، انا كده بجد هتأخر على الشغل. يعني انت عايز المفتاح يعني؟ ويا ريت بقى لو بسرعة. وراحت حدفت عليا المفتاح جه في كتفي. يا مفترية، من بعد من عند سيادتك. وبعد كده حمزة اتحرك بالعربية ومشي. بعد شوية لقيت الست بتكلمني وبتقولي هو انا يعني مش من حق اتدخل، بس هو انا ممكن اعرف انتوا ليه بتعملوا في بعض كده؟ ده انتم حتى عرسان جداد. اعمل ايه بس، النصيب بلاني بيه، بدل ما يخليني اشكر ربنا عليه بقيت ادعي ربنا ان هو يخفف عني البلاء. طب يا بنتي ما تقربي منه وحاولي تفهميه. افهم ايه بس يا طنط، الحوار اكبر من كده بكتير قوي، ده بيعرف ستاته كمان من بصبصاتي. طب واتجوزتيه ليه؟ ما خبيش عليكي يعني يا طنط، حبيته، وخصوصا يعني ان احنا ولاد خاله ومتربيين سوا، بس معرفش بقى ليه هو مصمم يكرهني فيه وليه بيعاملني بالطريقه دي. مش يمكن برضه ان انت اللي مش بتهتمي بيه؟ بالعكس خالص، ده انا بطبخ وبكنس وكل حاجه منظماها، اصل ماما فهماني ان الراجل بيحب هدمته النظيفه واكله يبقى جاهز، وانا فعلا بعمل كده، لكن هو ولا فارق معاه تعبي. طب وانتي؟ ده انت اهم من ده كله، لازم تحطي اهتمامك بنفسك من اولوياتك. الراجل بيحب لما يرجع من شغله يلاقيها اول واحده تقابله بوش حنين وجميل، مش ماسكاله ممسحه او بلبس المطبخ. بجد
يعني انت شايفة ان ده ممكن يجيب نتيجة معاه؟ يا بنتي ده هو ده اساس مشكلتك اصلا. طب بالله عليكي فهميني اعمل ايه؟ طيب بقولك ايه، تعالي عندي هعمل كوبايتين شاي ونتكلم على روقان. حاضر، هغسل بس الاطباق وجايالك هوا. اما بقى في البيت عند عدنان، فكان عدنان واقف وبيظبط هدومه قدام المرايه، ودخلت عليه شمس الاوضه بسرعه. هو دي عدنان؟ اتخضيت ورحت ناحيتها. هو في يا شمس؟ لقيتها عماله تعيط ومنهاره من العياط. كارثه يا عدنان، كارثه. يا شيخه ما تنطقي بقى، حرام عليكي، هو في ايه بالظبط؟ مش قادره يا عدنان، مش قادره اوصف لك اللي حصل. بقول لك ايه يا شمس، انا بزهق من اللف والدوران الكتير، انجزي يلا قولي ايه اللي حصل. ماما يا عدنان، ماما بتموت. ماما؟ قلت له كده وخرج جري من الاوضه، وانا مسحت دموعي. الحمد لله يا رب، انا كده اكون اديت دوري كاخت مخلصه ووفيه كمان. يا رب بس ما يفترش عليا بعد اللي هيحصل. ماما يا ماما، مالك يا حبيبتي، بس اطلب لك الاسعاف. خلاص انا بودع يا حبيبي، خلي بالك من نفسك ومن اختك. بالله يا ماما ما تقولي كده، انت هتبقي زي الفل. بس قبل ما اموت نفسي تحقق لي طلبي يا عدنان، واشوفك متهني ومبسوط انت ومراتك، واشوف عيالك. قومي انت بس بالسلامه، قومي بالسلامه، وانا هعمل كل اللي انت عايزاه. بجد؟ يعني انت موافق يا ابني تتجوز بنت عمك ومن دلوقتي كمان؟ بس انت تبقي كويسه. واول ما قلت لها كده لقيتها قامت وبتقولي طيب يا حبيبي اتصل بعمك بقى وكلمه، وانا هقوم احضر لك البدله وهكوها لك بنفسي كمان. انا من الصدمه اللي انا كنت فيها قعدت على الارض، لقيت شمس داخله عليا وعماله تضحك. شربتها يا لطيف، بس كده ولا كده هتتجوز شاهيناز، يعني هتتجوزها. ومره واحده لقيت عدنان وقف لي وكان شكله متغير جدا. استهدى بالله يا باشا، مالك بس؟ عدنان مالك؟ ايه يا ابني هتغلط؟ ده انا برضه امك هتخش النار. لكن عدنان فاجئهم برد خالف كل توقعاتهم. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة.